السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. بمناسبة شم النسيم، لو زهقتي من الرنجة وزهقتي من الطرق التقليدية، يلا بينا نعمله الفطير الجميل اللي قدام حضراتكم ده بحشوة الرنجة ومجموعة كده من الخضار المشكل، كمان بالجبنة الموتزاريلا. طعم رائع جدا وطريقة بسيطة وسهلة بس بتديكي نتيجة فوق الروعة. كمان شايفين حضراتكم السوا بسم الله ما شاء الله. قابب مستوي من فوق كده ومن تحت. كمان الجبنة سايحة من جوه وجميلة جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله مورق وطالع طعمه خطير جدا. ان شاء الله تجربوه وينول رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا بقى الدقيق. الفطير ما هو الا دقيق وميه وملح. طبعا بتعملي الكميه المناسبه ليكي. نزلت بالميه تدريجيا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده وعجنته كويس قوي لحد ما بقى بالشكل ده، العجينه لا ناشفه ولا طريه. بعد كده ركنتها ترتاح في حدود 10 دقايق وراح احضر الحشو مع حضراتكم. معايا فلفل الوان طبعا، الكميه المناسبه للرنجة اللي رايحة تعمليها. ومعايا كمان هنا طماطمايه، طلعت منها البذر وصفتها من المية. معايا هنا كمان الرنجة، انا شلت الجلد من عليها وكمان طلعت منها الشوك وخليتها فيليه كده وقطعتها مكعبات. بعد كده بقى هنزل بكمية من الجبنة في حدود طبق. الجبنة الموتزاريلا بتدي طعم جميل جدا وبتبقى تمط كده وفي منتهى الجمال في الفطير. رايحه اقلب بقى الخلطه دي كلها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعد كده بقى رايحه اجيب العجينه بتاعتنا. قطعت العجينه بقى وحطيتها في معلقتين 3 كده من الزبده على زيت، بيخلي الفطير معاكي طري وجميل وكمان ما بينشفش منك في الحر ده. بعد طبعا ما خلصت الكميه كلها هبدا افرد بقى. هاخد اول واحده انا مقطعاها بتكون ارتاحت، وانت بقى بتفردي الفطير. بتفردي بقى من جوه لبره علشان القلب يرق معاكي من جوه لبره. ومفيش اي مشكله لو حته اتقطعت ولا حاجه، الفطير كله بيتطبق على بعضه وكله بيتضرب بعضه. فرشه واحده بس من الزبده على زيت، مش اكتر من كده، علشان كده بيطلع خفيف وفي منتهى الجمال. الزبدة بتخلي الفطير طري معاكي لان فيها نسبة من المية، وكمان الزيت بيطلعه مقرمش كده وبحمره معاكي. بعد ما طبقت الفطير التطبيقة العادية خالص بتاعتنا، بدأت بقى اقطعه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده وهبدأ احشيه. معلقة من الجنب ده ومعلقة من الجنب ده. هبدأ بقى اطبق الفطير. الحته بقى اللي ما فيهاش حشو رايحه اطبقها على اللي فيها حشو ورايحه اقفل بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده بقى رايحه ارفعها على الجنب التاني ورايحه اقفل كويس قوي. الحته بقى اللي ما فيهاش حشو خالص هبدأ بقى اغطي بيها ورايحه اقفل بيها. طبعا اي زيادة في الاطراف بتدخليها كده تحت الفطيرة عادي خالص، مفيش اي مشكلة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا بعد ما خلصت الفطيرة بالشكل ده ودخلت الزيادات كلها، بتبدأي بقى تحطيها على الصينية وبنفس الطريقة رايحة اكمل الفطير كله بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. في الوقت ده بقى انا مسخنه الفرن الغاز العادي خالص وهديته وهبدأ اسويه. لو انت بتسوي بقى في الفرن الغاز او فرن البوتاجاز على اعلى درجة حرارة على الشبكة اللي في النص بيطلع معاكي بالشكل الجميل ده. طبعا مع المتابعة كل دقيقتين كده بتلفي الصينية بتلاقيه قب معاكي واستوى كده وبقى في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوه وينور رضاكم. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.